دلوقتي في ماي هارت بعتذر لهم اسم والسيدات قبل الرجال ان انا جيت عليكم وجيت مع ابراهيم عليكم. انا بعتذر لكم وبتاسف لكم ويا رب تقبلوا اعتذاري، ولكن كلنا كنا بنحبه وكلنا كنا مساندينه وكان واقف معانا، ولكن تجاوز يعني. فخلاص لحد هنا ابراهيم الله يصلح حالك، انت في حالك واحنا في حالنا خالص، لان الموضوع زاد قوي الفتره اللي فاتت ديت، زاد قوي الفتره اللي فاتت دي يا ابراهيم منك. وبنقول عدي، لا لحد هنا نقف بقى خلاص. بعد اذنك يا ابراهيم، نساء ماي هارت مالكش دعوه بيهم خالص نهائي. بعد اذنك نساء ماي هارت مالكش دعوه بيهم نهائي يا سيدي. انت في حالك واحنا في حالنا، ولا ليك دعوه بماي هارت ولا ماي هارت لهم دعوه بيكم. وكل واحد في حاله وانتهينا على كده خلاص، ونفضل برضه محترمين بعض وبنحترم بعض، ولكن كل واحد في حاله بقى كده خلاص يعني. واتمنى طبعا ان ماي هارت كلها تتقبل اعتذاري، وانا بعتذر لكم من المره المليون. انا اسف ان انا جيت عليكم الفتره اللي فاتت دي كلها عشان ابراهيم، بجد بتاسف لكم. ابراهيم لا هو كسر عيني ولا كسر عين حد ولا له حاجه عند حد، احنا كل اللي بينا كانت اخوه وصداقه ومحبه، ومفيش اي مشاكل خالص، مفيش اي مشاكل خالص. التجاوز حصل خلاص، حصل مره عدناها، الثانيه عدناها، الثالثه هنفضل نعدي 20 مره يا عم ابراهيم. هنفضل نقول نسوان ونعدي يا عم ابراهيم. وكل مره انا اسف اسف يا عم. على ايه ولا على ايه؟ ليه منصه الست اللي فاتحاها تاكل منها عيش تقطع الناس من دخولها؟ افتح يا عم منصتك، قول اللي انت عايز تقوله. افتح منصتك قول اللي انت عايز تقوله، اغلط في الناس كلها، خلي الست تاكل عيش. ان شاء الله تكون الرساله وصلت، وانا ما عنديش كلام اكتر من كده عشان مش عايز اتكلم اكتر من كده، ولكن بنقول لحد كده كفايه خلاص. الله يصلح حالك، الله يهدي لك حالك. انت في حالك يا عم واحنا في حالنا، كل اللي بينا الادب والاحترام، ومفيش بينا وبينك اي حاجه. عايز بقى انت بقى تعمل حوارات بقى ابراهيم وتنكش، والست ديت الست دي اختك كانت في يوم من الايام، الست دي كنت بتحترمها في يوم من الايام. كل نساء ماي هارت كانوا بيحترموك وبيشكروا فيك، وابراهيم اخونا ابراهيم يقلب في لحظه؟ لا مش كده ابراهيم، مش كده خالص. الست دي بقت المرأة، النسوان، ملك يا مرة، ملك مش عارف ايه. الناس تعرف ترد عليك، الناس تعرف ترد عليك قوي يعني. ابا عبد الله، يعني انت تسيب الدنيا كلها وتفتح على ابو عبد الله؟ تسيب الدنيا كلها وراح تفتح على ابو عبد الله؟ يا راجل عيب عليك يا راجل، يا راجل عيب عليك يا راجل. لما تسيب الدنيا قاعد تسامح كل اللي ضروك وكل اللي هنوك ورايح تفتح منصه على ابو عبد الله؟ علشان ايه؟ علشان ضحك. ده راجل شايل كفنه بقاله سنتين، راجل شايل كفنه على كتفه بقاله سنتين، مش عارف هيقوم الصبح يلاقي مين موجود في عيلته ومين مش موجود، مش عارف هيقوم الصبح يلاقي نفسه عايش ولا ميت. استغفر الله العظيم يا رب. انت كل اللي انت سمعته يا ابراهيم، انت بتقول قدمت شهداء، الله يرحمهم جميعا، الله يرحم جميع شهدائنا في فلسطين، الله يرحمهم جميعا ونحسبهم عند الله شهداء. ولكن انت زي حالتنا، انت سمعت، شفت صور، عرفت معلومه من الاخبار، ما تجيش على واحد مرابط نايم على الارض شايف اشلاء على الارض مترميه حواليه ماشي وتيجي تنتقده. احنا كل اللي احنا نعرفه وكل اللي احنا شفناه معلومات بنشوفها من الاخبار. جاي على ابو عبد الله مش عاجبك، ابو عبد الله اللي كل يوم ميت، ومش عاجبك ان هو بيضحك. مع العلم اثناء ما هو كان بيبكي ومش لاقي ياكل كنت انت بتضحك وطالع تشتم في الناس في المنصات
ولا ليك دعوه خالص بالقضيه بتاعتك، ولا اكنك اساسا فلسطيني يا ابراهيم. مش هي دي الحقيقه؟ انت كنت فين من اول القضيه؟ قاعد تتراشق مع الناس بس، ولا كان عندك اي محتوى غير التراشق مع الناس. ان شاء الله تكون رسالته وصلت. وفي اخر البث يا جماعه، انا فعلا بعتذر لماي هارت جميعا وعلى رسوم السيدات اسم. انا اسف ان انا تغاضيت عن حاجات كتير، انا اسف ان انا عديت كتير، وانا اسف ان ضغطت عليكم كتير علشان خاطر ابراهيم، وسامحوني. ومن النهارده ابراهيم في حاله واحنا في حالنا خالص. الله يصلح حاله ويوفقه.